بذمتك كده مفيش اكله بتلهمك؟ وشك نور اصلا. شخص بحب الطواجن قوي. طواجن اه ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين الطواجن كده تحس ان انت ايه، هي ظاهرة غير باطنة. نعم. هي يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي انت جاي لك طاجن حاجة وايت صوص مثلا، ماشي انت مش عارف ايه اللي جوه قوي بالتفصيل. ماشي، ماشي. هفضل معاك امشي معاك للاخر. مع اول بقى معلقة تاني معلقة انت بتكتشف كل معلقة تيست معين. طب ده بيلهمني في ايه؟ هي الفكرة كلها في حتة الاكتشاف، انه اوكي. ايه ده، هو انا بتبسط قوي بالموضوع ده ليه؟ يعني انا ليه يمكن اسال على حاجه شكلها حلو جايه وفي شكل طاجن، لا لا انا هدوس على طول. اوكي. بس انا ببقى مستمتعه قوي بحته الاكتشاف. الملوخيه والشاي بالنعناع. هقول لك انا، استني بس. ايه ده؟ مره فكرت في الاتنين كده فالهموني، ايه ده؟ هو يعني هو ليه احنا مش بنحط الورق الملوخيه ده على الشاي؟ وليه ما بنعملش النعناع ده زي الملوخيه؟ لا اله انت الا الله. فاهم؟ فاللي هو بجد والله جالي كده سبحان الله، يعني اللي علم البني ادم. والاتنين تقريبا شبه بعض، لو حتى لو على ملوخيه طبيعتهم في ناشفه الطبيعه هم شبه بعض، مثلا من حاجه بعيد، خضراء. حتى قبل ما تقربي تشم النعناع، فعلى طبيعتهم كده. فسبحان الله بقى الالهام اللي جالي من ده انه يعلم الانسان الحته دي، امم ان دي تتعمل كده.